السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني قوي قوي قوي. اسفة اتأخرت عليكم كتير، بس النهاردة بجد جايه لكم فيديو جامد قوي قوي. بجد هيعجبكم. جربوا الوصفة بتاعتي. بجد من احسن الوصفات اللي انا عملتها، وهيقعد معاكم بالسنة مقرمش. السر في حاجة بسيطة قوي. جربي الوصفة بتاعتي وهتعتمديها دايما. هيطلع معاكي ليمون مزبد و... والزيتون هيطلع معاكي مقرمش لاخر واحدة. هيقعد معاكي بالسنة. جربي الوصفة بتاعتي وان شاء الله هتعجبك. وزي ما تعودنا في اي فيديو بنسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما تنسوش اللايك الحلو وتعليق منكم. وان شاء الله هرد عليكم في التعليقات. اول حاجه هنجيب ايه يا بنات؟ هنجيب ليمون. انا جايبه قد ايه؟ جايبه 2 كيلو ليمون. وجايبه زيتون. قد ايه زيتون؟ كيلو. الزيتون ده يا بنات اسمه زيتون عزيزي. في زيتون تفاحي وفي عزيزي وفي بلدي. العزيزي ده زي ما انتم شايفين بتحس مطول شويه، لكن التفاحي بيبقى مقلبص كده ومدور. تعالوا نبدأ بالليمون. وهنعمل ايه؟ الليمون ده هبدأ افرزه. الاخضر هشيله، لو في حته بايظه كلها هشيلها. وهقسم ال2 كيلو ده. كل كيلو هحطه في بوله لوحديها. ليه قسمناه؟ هقول لكم هنعمل فيه ايه. هنغسله حلو و... وهنيجي هنشوف هنعمل فيه ايه. بص، بعد ما غسلناه هاخد البوله اللي قسمنا فيها اول كيلو، هنقسمه. بصوا زي ما انتم شايفين كده، هعمله زي علامه الزائد او الاكس. بصوا نص لغايه نص الليمونه، مش هنزل لتحت خالص. بصوا زي ما انتم شايفين كده، اكس كده او علامه الزائد. لغاية نص الليمون يا بنات. طب والنص التاني هسيبه مقفول زي ما هو. الجزء التاني بتاع الليمون او الكيلو التاني هنسيبه مقفول زي ما هو. ليه؟ لان انا اللي انا قسمته ده هعمله بعصفور وحبة البركة زي ما انتم شايفين، لكن التاني هعمله مقفول مع زيتون. انا هعمل لكم 3 انواع مخللات النهارده. اتفرجوا معايا الفيديو الاخر وهتعرفوا حاجات كده لو جربتيها هيطلع معاكم مخلل. تعتمدي دايما. بصوا احنا قسمنا، حطينا ميه على النار، حطينا اللي هو اللي انا قسمته لوحده والسليم لوحده. غلوه واحده بس يا بنات. هنشوفه مع بعض. هنيجي بقى للزيتون. هنبدأ نقسمه زي ما انتم شايفين كده بالسكينه. بصوا من الجنب كده. في ناس، بصوا الحاجه اللي بايظه طبعا بنرميها. في ناس بتدقه بايد الهون. انا لا، بقسمه بالسكينه كده. بصوا زي ما انتم شايفين كده من الجنب. وهنبدأ نغسله. وبرده هقسمه على 2. هو انت كل حاجة هتقسميها على 2 يا هبة؟ ايوه. ما انا قلت لكم هعمل لكم 3 انواع مخللات. هتعتمديها هتاكليها في رمضان. هتعتمديها دايما. هتقضيها معاكي السنة كلها. زي ما انتوا شايفين كده هعمل الكمية كلها. هغسله كويس. وبعد ما اغسله، بصوا اللي طالع منه هم دول بايظين، انا مش عايزاهم. احنا طبعا نفرزه كويس عشان اي حاجة بايظة نتخلص منها. هنغسله كويس ونقسمه على على برضو على بولتين. زي ما انتوا كده غسلناهم هنحطه على جنب. وهنجيب 4-5 جزرات حلوين. هنجيب فلفل احمر وفلفل اخضر. مع الوصفة المخللات دي هنعمل كمان هريسة الشطة، لان دي هنستخدموها في المخلل بتاعنا. وكمان هنعمل منها برطمان هنحطه في التلاجة، هيقعد معانا بالشهور مش هيبوظ. وبرضو السر في خطوة واحدة هوريها لكم. ممكن تعملي كمية كبيرة وتحطيها في الفريزر، هتقعد معاكي بالسنة. تستخدميها في مكرونة، تستخدميها في خضار، تستخدميها في سلطات، في بدنجان. بجد هتعجبك وسهلة قوي. عمايلها سهلة. بصوا انا هجيب الفلفل اهو، ابدأ اقطعه واحطه في الكبة بتاعتي وافرمه كويس. هفرمه فرم ناعم يا بنات. تمام. هنحط عليه واحنا بعد ما قطعناه كده هنحط عليه شوية ملح صغيرين بس كده. هنفرمه فرمة حلوة. ليه الملح بنحطه؟ عشان يساعدنا على الفرم، عشان يتفرم معانا ناعم. هنفرمه فرمة حلوة يا بنات. وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه تاني. تمام. زي ما انتوا كده شايفين في الفيديو هنفرموه. وبعد كده هننزل الجناب بتاعته لان انا عايزاه فرم ناعم. هناخد منه نصه هناخده نستخدمه في المخللات بتاعنا، والنص التاني هنكون جايبين برطمان معقمينه ونضيف
وهنبدأ ننزل عليه ايه الشطة بتاعتنا. بس كده، هي دي طريقة الشطة. شفتوا ابسط من كده مفيش. سهلة ونضيفة وبسيطة، وبتستخدميها بقى بص بتقعد معاكي السنة بحالها. لو حطيتيها في الفريزر مش هتبوظ، تاخدي منها وتحطي على الاكل اللي انت عايزاه. لو عايزه تحطيها في التلاجة هتقعد معاكي 3 4 شهور من غير ما تبوظ. بس هنحط التكة ايه؟ هقول لكم دلوقتي. التكة ان احنا بعد ما نحطوها في البرطمان ونفضيها في البرطمان، هنحط على وشها زيت. الزيت ده هو اللي هيحفظها. كل لما نبدأ نستعملها ونحس ان الزيت بتاعنا قل، نزودها زيت تاني، نغطي وشها بالزيت. هو ده اللي المادة الحافظة بتاعتها. بصوا زي ما انتم شايفين، انا هاخد جزء. بصوا انا عملتها ازاي يا بنات. هاخد نصها كده احطها في طبق عشان نستخدموه في بقية وصفاتنا، والجزء التاني هنحطوه في برطمان وهنحطوه في التلاجة. لو انت عاملة كمية كبيرة حطي برطمان واحد في التلاجة، وحطي الباقي في الفريزر بتاعتك. بصوا زي ما انتم شايفين كده، انا هبدأ احطه في البرطمان، وزي ما قلت لكم هحط فوق الوش ايه المادة الحافظة اللي تحفظهولي وتحفظ لي الهريسة من غير ما تعفن او تعمل وش ابيض او تبوظ. ان احنا هنحط لها فوق الوش كده شوية زيت. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني ببقية الشطة بتاعتنا. بصوا زي ما انتم شايفين كده، مش هنسيب بصوا حتة منها. دي بجد المنجزة زي ما بيقولوا. ممكن تفرمي معاها توم لو انت عايزاها تحطيها للسمك، وممكن تخليها زي ما كده، وانت بعد كده تحطي التوم براحتك. بس انا بحبها كده عشان في اكلات انا ما بحطلهاش توم مثلا، ببقى محتاجاها فبخليها كده لوحديها. تمام. هنبدأ. بصوا انا جبت الزيت اهو، هبدأ احط فين فوق الوش الزيت. هو ده المادة الحافظة بتاعتي اللي تحافظ لي عليها وما تبص وما ايه ما تعملش اي عفونة. تاني حاجة ايه هنجيبوها يا بنات، هقولكوا عليها. هنبدأ بقى نبشر الجزر سواء في الكبة او في مبشرة عادي، مش هتفرق. هنبشر كام جزرة؟ قلنا بتاع 4 5 جزرات كده حلوين، هنبشرهم بشر ناعم. تمام. ليه؟ لان نستخدموهم في الزيتون بتاعنا. بعد ما هنبشرهم هوريكم هنعمل ايه بيهم زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنعمل ايه؟ زي شايفين الليمون اهو هيبدأ يغلي معانا. مجرد ما يغلي، اهم حاجة المية بتاعته دي ما تترماش. ده كنز. المية بتاعت الليمون دي كنز. اول ما هتغلي غلوة واحدة نطفي عليها. الزيتون زي ما احنا قلنا قسمناه 2. اول جزء هنعمل عليه ايه؟ هنحط عليه الجزر اللي بشرناه، اللي احنا قلنا مثلا 4 5 جزرات حلوين على ايه، على مثلا نص الكمية اللي هي نص كيلو زيتون مثلا. هنحط عليه معلقتين حلوين كده شطة، الهريسة اللي احنا عملناها زي ما انتم شايفين كده، معلقتين كبار كده. هنحط عليهم ايه؟ معلقتين حبة البركة ومعلقتين مثلا عصفر. تمام. ونقلب كل ده مع بعض. دي اول حاجة خلاص. ايه ده؟ هو ده اول حاجة. بصوا السهولة، سهل قوي وبسيط قوي. انتوا بتحسوا ان هو مكلكع، بس لا، الموضوع سهل مش مكلكع ولا حاجة. زي ما انتم شايفين حطينا معلقتين حبة البركة ومعلقتين عصفر، هنقلبهم مع بعض كده حلو عشان كله يندمج مع بعضه. ده اول مخلل عملناه. هنركنوه على جنب ونعمل حاجة التاني مخلل. تمام. وفي الاخر خالص كل مخلل هنحطه في البرطمان بتاعه وهنعمله له المحلول بتاعه. تعالوا بصوا الليمون ده المقفول يا بنات. المقفول ممكن تسيبيه في المية عادي مفيش مشكلة، لكن المفتوح ما تسيبوش في المية عشان ما يمررش. مجرد ما يغلي اول غلوة هنطفي عليه ونصفيه، نطلعه من المية بتاعته. لكن المقفول مفيش مشكلة لو سيبناه. بصوا المقفول طلعناه صفيناه وهذا شوية. هنبدأ نحط نص الزيتون اللي احنا سيبناه. احنا عملنا نصه بالجزر والنص التاني سيبناه لوحده. هنحطه على الليمون، وهنجيب قرون الفلفل اخضر احمر هنقطعه نصين كده زي ما انتم شايفين. وده تاني مخلل. ايه ده؟ ليمون على زيتون. بالليمون بيودي الزيتون في حتة تانية خالص، بياخدوا كده من طعم بعض. جميل قوي البرطمان ده، وتجربي البرطمان ده في حتى لو في كمية صغيرة وهتدعيني.
بصوا قطعنا الفلفل كده زي ما انتوا شايفين، كل قرن كده نصين، وهنحطه على جنب. ده تاني مخلل بتاعنا. تالت مخلل ايه يا بنات؟ الليمون اللي احنا هنعملوه معصفر، قطعناه. هنجيب بقى ايه؟ هنجيب مثلا معلقتين كده حلوين كبار شطة، لو انتوا بتحبوه مشطشط قوي زودوا. تمام. هنحطه معلقتين حبة البركة، على مثلا ب5 جنيه عصفر، بمقام مثلا 4 معالق، وهنحط له شوية ملح، وبرضو في حدود معلقتين كده او 3، وهنقلب كل الخلطة دي مع بعض تقليب حلو، ونبدأ نحشيه. تمام. هوريكم ازاي نحشي. بصوا انا كملت الشطة بتاعتي، حسيت ان هو ايه محتاج شطة تاني. انتي بقى الشطة دي او هريسة الشطة انتي بقى زي ما انتي عايزة. لو انتي عايزاه حراق قوي، يعني بتحبي الحاجة سبايسي قوي، ممكن تزودي شطة. تمام. هنبدأ نفتحه زي ما انتوا شايفين. بصوا هو سخن طبعا، بس انا هوريكم واحدة وبعد كده هكمل الباقي. هتبدأي تحشيه كده، تمليه من الخلطة بتاعتنا. تمام. وده تالت مخلل. بصوا ساعة واحدة بس هتخشي المطبخ، هتخلصي ال3 مخللات دول مع بعض، وكمان هتعملي عريسة الشطة زي ما انتوا شايفين. انا عملت الكمية كلها. بصوا انا بحشيه ازاي يا بنات، بملاه كده بالخلطة بتاعتي. بصوا اهو. هنبدأ بقى نجيب ايه؟ هنبدأ نجيب البرطمانات بتاعتنا، وهنبدأ بقى نحط الزيتون بتاعنا في كل برطمان لوحده، ونعمل له ايه يا بنات؟ ونعمل الخلطة بتاعتنا. ايه هي الخلطة بتاعتنا؟ ما احنا قلنا خلي بالكم، اوعوا مية الليمون دي ترموها، ده كنز. كانوا الاول امهاتنا واجدادنا كانوا بيجيبوا كيلو ليمون لوحده يعصروه عشان يعملوا منه المحلول. لا، احنا الليمون، المية بتاعت الليمون اللي غلينا فيها الليمون غلوة واحدة، هي دي اللي هنستخدموها. مش هيمرر معانا، لا. جربوها. انا جربوها مرة واتنين وتلاتة، عاملة المخلل ده مرة واتنين وتلاتة بجد. جربيه بالطريقة دي. بصوا هنحط قرون فلفل بقى كمان مع الليمون في البرطمان زي ما انتوا شايفين. وطبعا اي حاجة نازلة من الليمون نحطوها. دي اول حاجة. تاني حاجة المخلل التاني اللي هو الليمون والزيتون. برضو هنجيب برطمان حلو كده، هنبدأ نحط ايه؟ الليمون بتاعنا والزيتون بقرون الفلفل اللي احنا قطعناها نصين. طبعا ايه، انتي طبعا بعينك كده هتشوفي البرطمان اللي ينفع. البرطمانات دي تبقى نظيفة متعقمة. وهنبدأ نحط فيها المخلل بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. هنجيب برضو الزيتون بتاعنا اللي احنا حطينا له الجزر، برضه هنحطه في البرطمان بتاعه زي ما انتوا شايفين. وهنبدأ نعمل مع بعض ايه؟ هنبدأ بقى نعمل مع بعض محلول التخليل اللي احنا هنخلله فيه. زي ما انتوا شايفين كده البرطمانات، ادي الليمون المعصفر، وادي الليمون بالزيتون، وادي الزيتون ايه اللي لوحده. كده عملنا كام نوع؟ 3 مخللات يكفونا رمضان وبعد رمضان. هنجيب بقى المية بتاعت الليمون اللي احنا سلقنا فيها زي ما انتوا شايفين. هنحط الاتنين على بعض. دي حوالي قد ايه يا بنات؟ حوالي 1.5 لتر. هنحط قد ايه على 1.5 لتر؟ هنحط عليهم مثلا بتاع نص 6 معالق ملح كبار، عليهم نص كوباية خل. وهو ده السر، الخل هيهري يا هبة الحاجة؟ لا، هيخليه مقربش. هو ده اللي هيحفظ المخلل بتاعنا. هنبدأ نقلبه كويس ونظبط الملح بتاعه. تمام. شايفين كده؟ طبعا انت هتدوقي المخلل ده، المحلول اللي احنا حطيناه دوت، بعد ما هنزوده بيه المخلل بعد اسبوع 10 ايام يا بنات، نفتحه عليه تاني ونشوفه. لو محتاج ملح هناخد شوية، هنظبطه الملح بتاعنا. هنبدأ ناخد نصفي في البرطمان مثلا، نحطه في بولة شوية المحلول بتاعنا، ونظبط الملح بتاعه كده. هيحفظه كده. مش لما الملح يبقى شوية صغيرين، هو ده اللي بيبوظ المخلل. طول ما الملح حلو ومظبوط، يبقى المخلل بتاعنا هيقعد معانا للسنة. زي ما انتوا شايفين كده هنملى البرطمانات بالمحلول بتاعنا. يبقى قلنا 1.5 لتر مية اللي هي بتاعت المخلل اللي هي مية الليمون،
هنحط لها نص كوباية خل، هنحط لها 6 أو 7 معالق ملح كبار، وبس كده. بس كده. الخل ده هو ده المادة الحافظة بتاعتنا. زي ما انتوا كده شايفين، هنملى البرطمانات ونقفلها. هيقعد معانا قد ايه يا بنات؟ بالسنة. والله العظيم سنة. انا مجرباه مرة واتنين وتلاتة. سنة. مش هيبوظ منك. وجربي الطريقة دي هتعتمديها دايما، ولو جربتيها وعجبتك او جربتيها قوليلي. ممكن الليمون دوت بعد اسبوعين 3 تبدأي تاكلي منه. الليمون المعصفر. الزيتون لا، هتستني عليه شوية. تمام. هيقضيكي طول شهر رمضان زي ما انتوا شايفين كده. وصفتنا سهلة ومخلل بسيط ومتجرب مرة واتنين وتلاتة. جربي الطريقة بتاعتي ومش هتندمي. و... وان شاء الله هيعجبك. لو عجبك الفيديو وصلت لغاية هنا، ما تنسيش تحطي اللايك الحلو بتاعي وكومنت منك. هعرف ان الفيديو عجبك. لو حطيتي الكومنت بتاعي الحلو هعرف ان الفيديو عجبك. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات تانية. باي باي، مع السلامة.